أبدى ريان شرقي مهاجم ليون الفرنسي المنحدر من أصول جزائرية تألق كبيرا خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس أوروبا للشباب 2023. وكان ريان شرقي قد تألق بشكل لافت خلال منافسات يورو الشباب تحت 21 عاما بعد تسجيله هدفين وصناعته هدفا آخر خلال 4 مباريات خاضها مع منتخب فرنسا في البطولة التي ودعها من ربع النهائي بالخسارة أمام أوكرانيا 3-1. وبإمكان النجم الموهوب صاحب 19 عاما تمثيل 3 منتخبات، وهي فرنسا بلد المولد والجزائر بلد والدته بجانب إيطاليا البلد الذي ينحدر منه والده. ورغم تمثيله لجميع منتخبات فرنسا للفئات السنية، إلا أن شرقي لم يحسم مستقبله الدولي حتى الآن على صعيد المنتخب الأول، ولو أنه مرشح بقوة للانضمام لمنتخب الجزائر انطلاقا من فترة التوقف الدولي المقبل برفقة زميليه أمين غويري وياسر العروسي. ويخطط المدرب الوطني جمال بلماضي إلى تقوية صفوف الخضر ببعض المواهب الجديدة من أصحاب الجنسية المزدوجة تحسبا لتصفيات كأس العالم 2026 بجانب نهائيات كأس أفريقيا 2023. وكشف موقع فوتبول لندن بأن نادي تشيلسي الإنجليزي يبدي اهتماما بفكرة التعاقد مع الموهبة ريان شرقي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويسعى النادي اللندني لخطف أبرز المواهب في العالم تمهيدا لبناء فريق جديد قادر على تجديد العهد مع الألقاب المحلية والقارية. وسبق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن أبدى الموسم الماضي رغبته في التعاقد مع الموهبة الجزائرية، غير أن الصفقة فشلت لأسباب غير معروفة. وشارك ريان شرقي في 39 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل فيها 5 أهداف وأهدى 6 تمريرات حاسمة. ورغم صغر سنه يملك الأخير خبرة كبيرة في الدوري الفرنسي، حيث خاض 83 مباراة أسهم خلالها في 15 هدفا ما بين صناعة وتسجيل. السؤال المطروح: هل ستخسر فرنسا موهبة شابة أخرى أثبت قدرته على مجارات نجوم منتخب الديكة الحاليين وعلو كعبه؟ وهل في حال انتقاله لنادي كبير كتشلسي الإنجليزي يكون في صالح المنتخب الجزائري؟ شاركنا رأيك في التعليقات، وتابع قناتنا لتصلك كل الأخبار الجديدة والحصرية.